اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. تعالوا نعمل مع بعض بقى صينية بسبوسة كده، حاجة من الآخر. بصوا بقى الجمال، تطلع كده القطعة بقطعتها حلوة قوي وفي نفس الوقت طرية وجميلة. بصوا لونها، بصوا السوا بتاعها حلو قوي ازاي. تعالوا نشوفها بقى ونشوف كل التفاصيل بتاعتها ازاي. لو لسه ما اشتركتيش في قناتي اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه على طول. ايه رأيكم بقى يا بنات في الجمال ده؟ بسبوسة كده بتاعت الحلواني بجد اهي، قطع كده وفي نفس الوقت دايبة كده ومرملة، حلوة قوي. انا معايا كده حلة كده على النار، وهحط بقى مقاديري اهو. كوباية الا ربع كده من السمنة، وعليها كوباية الا ربع برضو من السكر، ومعايا كوباية الا ربع من الحليب اهو، التلاتة حجم بكوباية واحدة. ومعايا كده معلقتين من عسل الكلوجوز اهو، معلقتين. ما عندكيش العسل الكلوكوز ده، هحطي ايه معلقتين من عسل النحل او معلقتين من الشربات التقيل اللي هو بتاع الكنافة والجلاش اهو. نزلهم كده على النار كلهم، هفكهم بس على النار. هقعد اقلب فيهم كده لحد ما كل ايه المكونات اللي معايا تدوب في بعضها كده، السكر يدوب والعسل والسكر والسمنة والحليب كله يدوب كده في قلب بعضه. هقلبه بس لحد ما يدوب. هنا معايا بقى نص كيلو من السميد، سميد البسبوسة اهو، معلوش اي اضافات. وعليه كيس من الفانيليا كده عشان البسبوسة بتاعتنا تطلع ريحتها حلو. وبصوا رشة صغيرة قوي من الملح اهو كده. بس سخنت اهو المقادير اللي معايا وصبيتها على دقيق السميد اهو. يا بنات انا بقلب بس ما بعجنش، هقلبه بس. بصوا تقلبيه كده وانت فاتحه صوابعك، تعجنيش البسبوسه خالص. بقلبها بس عشان تختلط المكونات كلها في بعضها. انا جبت الصينيه هنا وجبت معلقه سمنه صغيره، هدهن الصينيه بيها وهصب الخليط بتاعي اهو. شفتوا بقى يا بنات؟ مفيش اسهل من كده، سهله خالص وبسيطه. نزلت الخليط بتاعي، هبتدي بقى افرده. افرديه بقى في الصينيه بتاعتك اهو، بخبطه كده خبطتين. جبت كده حبه ميه في نفس البوله بتاعتي وبسوي بيها عشان تطلع الايه السطح بتاعها ناعم كده وما يشققش معايا. بصي اخبطيها بقى كام خبطه كده عشان كل الهواء اللي فيها يطلع. هبتدي بقى احددها كده بالسكينه اهو، بقطعها عشان اول ما تخرج من الفرن تبقى سهله معايا، سهله معايا التقطيع. كده خلاص خلصتها. انا مشغله الفرن، هحطها على الشبكه واول ما تستوي هنشوفها مع بعض. تستوي بقى براحتها خالص. وانا هنا جبت هعمل الشربات كوبايه ونص كده من السكر على كوبايه ونص من الميه، بنفس الكوبايه، كوبايه ونص من السكر على كوبايه ونص من الميه. حطيتهم على النار، اول ما يغلوا معايا هنا ايه نص ليمونه وكيس فانيليا. بصوا غليوا اهو، عصرت عليها الليمونه. 7 دقايق بالظبط بعد الغليان، 7 دقايق بالظبط بعد الغليان هحط عليها كيس الفانيليا. انا عايزاه خفيف مش تقيل، شربات البسبوسه بيبقى خفيف مش تقيل. خلاص 7 دقايق فاتوا، حطيت كيس الفانيليا وطفيت عليها. البسبوسه كانت طلعت من الفرن اهي ولونها تحفه. سبتها تستوي على نار هاديه خالص عشان تاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده.
ما شغلت الشواية ولا اي حاجة، هي خدت اللون اهو. سقيتها بقى بالشربات، هي سخنة والشربات بتاعي سخن. لو الشربات بتاعك برد دفيه شوية، انا برد معايا فدفيته شوية. فهي سخنة والشربات سخن، ابتديت بقى انزل عليها الشربات اهو. سقيتها بالكمية كلها، شربت الكمية كلها اللي معايا، وبتشرب اهي معايا بكل سهولة. هسيبها بقى ترتاح خالص. غطيتها وسبتها بتاع نص ساعة كده. هبتدي بقى اطلع منها ونشوف مع بعض شكلها ايه. هي بنات على نفس التقطيعة، وبحدد كده وبطلع. عشان كده قطعتها قبل ما تدخل عشان تطلع ايه التقطيعة بتاعتها شكلها حلو. طلعي بقى منها في الاطباق ودوقي احلى بسبوسة. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حلوة قوي وجميلة. هي دي بسبوسة الحلواني. لو عجبكم الفيديو بقى لايك وشير و... واشتركي معايا في القناة عشان يوصلك كل جديد مني. بصوا، تحفة بجد، كانت جميلة ولونها حلو قوي جوه وبره. بصوا اللون من جوه وبره حلو قوي. يلا جربيها بسرعة بقى وقولي لي رأيك فيها ايه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.